السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت الشاي سهل وسريع ومبياخدش ربع ساعة مننا. معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق، كوباية سكر، كوباية زيت على سمنة، بيضتين وكمان كاكاو وملح وبيكنج باودر. اول حاجة هنضيفها البيضتين، طبعا البيضتين لقيتهم صغيرين، ضفت كمان بيضة مع السكر وهنقلب كويس جدا لمدة 5 دقايق لغاية ما السكر يدوب خالص. وهنضيف نص معلقة او ربع معلقة من الفانيليا بتاعتنا عشان زفرت البيض. وبعد 5 دقايق هنضيف دلوقتي السمنة بتاعتنا واحدة واحدة كده وهنقلبها كويس جدا. دي نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، لمينا طبعا السمنة كلها هيت، وهنقلبها كويس جدا لمدة 5 دقايق كمان. وبعد ال5 دقايق هنضيف الدقيق بتاعنا. طبعا هنضيف نص الدقيق، طبعا الدقيق منخول كويس جدا مرتين، ونفس الكوبايه اللي هي بتاعه الزيت هي بتاعه السكر هي بتاعه الدقيق، يعني كوبايه واحده اللي انت بتعايري بيها. طبعا انا ضفت رشه ملح وضفت كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. وطبعا احنا هنبدا نلم كده الوقت الدقيق مع الخليط بتاعنا، احنا بنلمه بس ما احنا ما بنعجنهوش، يعني لم بس كده. اول ما الدقيق يختفى يبقى كده العجينه بتاعتنا جاهزه. ولو لقيتها ناشفه منك ممكن تضيف كمان معلقه سمنه. طبعا قسمنا العجينه نصين، خدنا نص حطيناه على جنب، والنص التاني ضفنا عليه معلقتين من الكاكاو وسبناها لمدة دقيقتين كده ترتاح. وبعدين هنفردها على كيس مشمع بالشكل ده عشان نعرف نقطعها. واي تقطيع عندك، اي اشكال من التقطيع ممكن تستعمليها. انا استعملت طبعا النجمة، وكمان استعملت الكوباية معايا عشان تبقى التقطيع كله موحد. وطبعا معاكي ورق زبدة او من غير ورق زبدة هتقطعي التقطيع ده وهتنقليه، وطبعا بخلة، هنديله كم غزة كده عشان يبقى زي بتاع المحلات اهو بالشكل ده. طبعا هنجيب العجينة اللي هي بالكاكاو وهنفردها بنفس الطريقة، وهنعمل الاشكال نفس الاشكال اللي احنا عاملينها بالشكل ده. ما بياخدش وقت منك خالص، مجرد 10 دقايق. وعلى فكرة هو ما بياخدش بردك في الفرن اكتر من 10 دقايق. طبعا بالشكل ده احنا قلنا هنعملهم بالخلة بالشكل ده عشان يبقى زي البسكوت الجاهز. وطبعا انت بتبقى مسخنة الفرن بتاعك على 180 درجة. وبعدين بتدخلي الصينية لمدة 10 دقايق. اول ما بتاخد لون من تحت، وبقولك مكوناتها بسيطة عندك جدا. طبعا هو 3 كوبايات دقيق، كوباية سمنة على زيت، معلقتين كاكاو، كوباية سكر، بيضتين، فانيليا، بيكنج باودر، رشة ملح. انا المكونات بتاعتنا كلها سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، وإن عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.